ازاي هانز فليك قدر يغير في طريقة برشلونة، وقدر يخلي اداء برشلونة السنة دي كويس، وقدر يبقى فيه غزارة هجومية رغم ان ما كانش فيه اللي هو السكواد الاقوى. لكن اقول لك حبة مقاومات يعني حصلت في الفريق. اول حاجة عامة غير لعب بطريقة لعب غير المعتادة، وعمل نظام اللي هو نظام الاوفسايد، اللي هو يخلي اللي يعتبر زي مدافعين متقدمين ويوقعوا الخصم في الاوفسايد. ودي حصلت في الماتشات الكبيرة وقدر يعني يتعامل فيها في معظم المباريات اللي لعبها بشكل كويس. نيجي للايجابيات. عندك في لاعيبه كتير الارقام والمعدلات بتاعتها البدنيه اتطورت. عندك مثلا واحد زي بدري كان بيتصاب اصلا في الموسم بتاع اربع او خمس مرات. السنه دي يعني ما شاء الله يعني الماتشات اللي غاب فيها كان اللي هي للراحه بس يعني. عندك طلع لك واحد زي كاسادو وواحد زي برنال، طلع لك لعيبه كتير ظهرت. فيران توريس اللي السنه دي كان بديل كويس لليفاندوسكي.